السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نسوي لكم كرات الدجاج بصلصة الباربيكيو الصحية وبالسمسم. كلش طيبة هاي الوصفة ولذيذة، تاكلوها ويا رز ويا خبز، يعني في كميات بسيطة لكن هي صحية ومفيدة. خلينا نشوف شلون راح نسويها اليوم. بالبداية راح أجيب نصف كيلو من صدور الدجاج المثرومة ناعم. راح أضيف عليها مجموعة من البهارات اللي هي البابريكا والثوم الباودر والبصل الباودر وشوية من الزنجبيل المطحون وشوية من الماجي البودرة. راح أضيف الملح حسب الرغبة، وضيفون شوية من بهارات الدجاج إذا عندكم، وإذا ما متوفرة يعني مو باللزوم. راح أعجنها عجن زين، وراح أضيف عليها شوية يعني ربع ملعقة صغيرة من الصودة أو بيكربونات الصودة، وملعقة صغيرة من الخل. هاي راح يعطينا شوية دجاج هش وخفيف، يعني ما يطلع عندنا ناشف بالأكل. وراح أكورها بإيدي وأخليها على ورق زبدة، لأن أنا راح أشويها بالفرن. أنا راح أكورها بهاي الأداة مال آيس كريم حتى تطلع عندنا الكرات متساوية بالحجم. حتى بالفرن تنشوي عندنا بنفس الوقت، يعني مو وحدة تنشوي قبل الثانية، يعني حجامها متساوية. وبعد ما أكورها راح أدهنها بشوية زيت زيتون، ويكون عندنا الفرن كلش حامي، يعني حرارته تكون عالية، نشغل الفوق والجوة حتى تنشوي عندنا من كل الجهات. لازم شوية تدهنون ايديكم حتى من تكورون الدجاج يكون عندنا يعني ما يلتصق بايدينا وما يعني يبهذلنا. وبعدين راح ادهنها بزيت الزيتون، يعني دهن كلش بسيط. راح اخليها بالفرن الى ان تستوي عندنا. راح تاخذ عندنا وقت تقريبا ساعة، وتراقبوها وكل شوية قلبوها بالفرن حتى تنشوي من كل الجهات. بهالاثناء راح اجهز صلصة الباربيكيو. راح اضيف ملعقة طعام من زيت الزيتون، وملعقة طعام من صلصة الباربيكيو الجاهزة، وملعقة طعام من الكاتشب البارد. وراح اقليه شوية، يعني شي كلش بسيط، واطفي النار. راح اضيف عليه كرات الدجاج واظل اقلبهم بسرعة بسرعة حتى يكون هن دافيات، والصلصة عندنا حارة حتى كله يعني يندمج وياه. وضفت آخر شي رشة من السمسم على كرات الدجاج، وأظل أقلب إلى أن يعني كل شي يندمج سوية. ولازم تكون النار مطفية عندنا بس حرارة الطاولة، لأن عندنا الصلصة راح تحترق إذا بقت على النار. وآخر شي ضفت شوية مي لأن حسيتها شوية ثخينة، وقلبتها سوية. وهنا قدمنا طبق كرات الدجاج، وخليت عليه رشة من البصل الأخضر كتزيين، ورشة من السمسم. كلش الشكل حلو وراقي ومثالي، يعني تحسوها وجبة متكاملة وطيبة ولذيذة. أصلا هي كرات الدجاج طيبة هيجي، يعني تشوها تاكلوها طيبة بدون صلصة إذا ما تحبون الصلصة يعني. وقدمتها أنا ويا الرز البزل. كلش طبق يعني طيب ومفيد، يعني يحتوي على البروتين والنشويات والألياف. وهنا قطعت لكم قطعة من الدجاج كلش طري وطيب ولذيذ. جربوها إن شاء الله راح تعجبكم. وإذا بقت عندكم زيادة من كرات الدجاج ممكن تحتفظون بها بحافظة بالفريز، وتطلعوها وتسخنوها بالفرن وتاكلوها بأي وقت، يعني إذا كنتم مستعجلين أو ما عندكم وقت، يعني تسوون كميات تكون شوية يعني كبيرة، تفرزوها عادي بعد ما تشوها طبعا. وهذا شكل كرات الدجاج طري وطيب ولذيذ. إن شاء الله يا ربي عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها، وبألف عافية عليكم في أمان الله.